لا، مش محتاج حد يترافع عني. متشكر قوي للمحكمة اللي انتدبتك عشان تكمل الصورة المزيفة للعدل والقانون. اتفضل يا أستاذ. أنا مش لازمني محامي، أنا أعرف أدافع عن نفسي كويس. خلصت اللي عندك؟ اسمتك بقى إن أنا أترافع عنك. عاجبك مش عاجبك هترافع عنك. الله، قلت لك مش محتاج محامي. اتفضل. ده شويش حنفي. أنت يا ابني خايف لا أكسب القضية؟ من ناحية اطمن، هخسرها. 99% هخسرها، وهيحكموا عليك، وهيكون حكم قاسي قوي، وللمرة المليون هيقولوا عليا محامي حمار. نعمل ايه؟ اسمتنا كده، حمار بيترافع عن حمار. طب لما انت عارف انك هتخسرها جاي ليه؟ تنفيذها. تنفيذها ليه يا وليد؟ كلمة حلوة نقولها، صحافي يلقط مننا لمحة نظيفة، قاضي تفلت منه كلمة شجاعة. أي تنفيذها للكل. زمن يبرروا فيه إنهم يرموا البومب على دماغ ناس مالهمش دعوة بالحرب خالص وعايزنا نكسبها. زمن بتتشوي فيه الناس في الأفران عشان لون جلدها أحمر ولا أسمر ولا عينيها مسبسبة وعايزنا نكسبها. زمن بيلموا فيه ولاد الناس سن 16 و17 سنة ويدفنوهم تحت الرمل باسم الحريات الأربعة وعايزنا نكسبها. زمن بيكسبوا فيه فرد واحد 5000 جنيه في دقيقة ويغلوا على التاني أجرة الطرماية وعايزنا نكسبها. كل اللي أتمناه إنهم يخففوا عنك الحكم. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم إبراهيم عبد العظيم الشرقاوي بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ.